رمضان مش بس وقت العبادة، لكن هو فرصة نقدر نفهم بيها نفسنا من جوه أكتر. وعشان كده في حلقة النهاردة هنتكلم عن العلاج السلوكي المعرفي أو بما يسمى CBT، وإزاي بعض الأنشطة البسيطة ممكن تساعدنا نفهم أفكارنا ونتعامل معاها بشكل صحي أكتر. وعشان كده هيكون معانا النهاردة دكتور هند، استشاري صحة نفسية. أهلا بحضرتك دكتور هند. أهلا بيك. في الأول ممكن تعرفينا بنفسك؟ أنا دكتور هند حسن، استشاري الصحة النفسية والتدريب، CBT كوتش ومدربة مهارات حياتية. طيب في الأول كده، في أجواء رمضان اللي بتخلينا نراجع نفسنا أكتر، ممكن تقول لنا إيه تعريف CBT بشكل بسيط؟ هقولك كده بشكل بسيط كده من غير أي تعقيدات ولا كلام كده كتير. العلاج المعرفي السلوكي هو نوع من أنواع المدارس العلاجية، ولكن هو دمج أصلا ما بين مدرستين، المدرسة المعرفية والمدرسة السلوكية. المدرسة المعرفية دي اللي بتركز على الأفكار التلقائية والتشوهات المعرفية، وإزاي بنقدر نفكر في المواقف، وإزاي بنقدر نعالج الأفكار اللي بتيجي في دماغنا. تمام. أما المدرسة السلوكية فهي أكتر بتهتم بالسلوك، ومن وجهة نظر المدرسة دي إن السلوك نقدر نغيره لما نقدر نتدرب عليه ونهندله بشكل أظبط. لما دمجنا بقى المدرستين مع بعض، او لما دمجوا المدرستين مع بعض، مش احنا اللي دمجنا لما دمج المدرستين مع بعض بقينا اكتر عارفين نشتغل على الفكرة والشعور والسلوك بناء على المثلث المعرفي. لكن هو في الاصل كانوا مدرستين مختلفين وحصل بينهم دمج فطلع CBT. بالظبط كده. طيب هل العلاج المعرفي السلوكي ليه انواع او اساليب مختلفه ممكن تناسب اشخاص مختلفين؟ طبعا العلاج المعرفي السلوكي ليه تقنيات كتيره جدا، وهنا مش بنقول ان كل التقنيات تنفع لكل الاشخاص، لا، كل كيس بيبقى ليها التقنيات المناسبه اللي احنا بنقدر نشتغل بيها على حسب برضو الحاله بتاعته، على حسب الافكار اللي بتجيله، على حسب استجابته. احيانا بنضطر نبدل ما بين تقنيه والتقنيه لان هو ده الانسب في التوقيت ده. طيب ايه اشكال التقنيات دي، او ايه اشهر التقنيات او الطرق اللي ممكن نستخدمها في جلسات CBT؟ بصي، هرجع اقولك تاني نفس البوينت، ان مش كل التقنيات واحده، من شخص لشخص التقنيات بتختلف. تمام، على حسب طريقه تفكيره وعلى حسب الحدث. ولكن من اهم التقنيات اللي احنا بنستخدمها هي تقنيه البناء المعرفي. تمام. وكمان تقنية التعرض التدريجي، وده لما بيكون في حد مثلا شخص عنده مشكلة ما مش عارف ان هو يواجهها، فبنبتدي نعرضه ليها بشكل تدريجي. تمام. هل في أنشطة عملية بيعملها الشخص خلال الجلسات تساعده يفهم نفسه أكتر؟ بصي، هو جوه الجلسة غالبا احنا مش بنعمل أنشطة، هو غالبا جوه الجلسة احنا بنراجع الأنشطة بتاعت الأسبوع اللي فات اللي هو المفروض اللي هو عملها. تمام. الواجبات المنزلية اللي هو المفروض بياخدها قبل ما بيمشي، وبنعلمه ازاي يعمل مهارات تانية جديدة. يعني بندخله مثلا مهارة جديدة، يعني زي مثلا لو في كيس أنا علمتها مهارة تعملها الأسبوع اللي فات. تمام. فلما باجي الأسبوع ده بناقشها، ايه الافكار اللي جات لها، التقنيه عملتها ازاي، هي قدرت تعملها ولا لا. وبعد كده لو لقيت ان الموضوع تمام بحاول ان انا اديها تقنيه تانية تمشي عليها. تمام. بس لازم ادربها عليها اوريدي جوه السيشن، علشان لما تخرج تقدر تطبقها بعد كده لما بتروح. طب الواجب او التقنيات او الحاجات اللي بتكون ما بين كل جلسه والتانية دي بتكون مثلا زي ايه؟ مثلا حضرتك تقدري تدينا مثال مثلا؟ كلها من جوه التقنيات العلاجيه. يعني مثلا لو هو حد عنده اوفر ثينكينج مثلا، تمام، فبعلمه ازاي يقدر يوقف الافكار دي. دي تقنيه من ضمن التقنيات. او بعلمه ازاي يقدر يستبدل الفكره، او بعلمه ازاي يقدر يعمل بوز اصلا للتفكير بتاعه، ويقرر ان هو هنا والان انا مش هعمل حاجه تاني، انا هكون موجوده في الوقت الحالي بس. فدي من ضمن التقنيات اللي احنا بنعلمها له. طيب مع هدوء رمضان هل ممكن نطبق بعض من تمارين CBT البسيطه في حياتنا اليوميه؟ طبعا، هو رمضان فرصة عظيمة ان احنا نقعد نطبق
مجموعة من التقنيات، بس من أهمهم أو أنا بشوف من وجهة نظري إن من أهمهم اللي هي تقنيات التأمل. إن هو يقعد ياخد كده وقت مثلا 5 دقايق أو 10 دقايق أو على حسب ما وقته بيسمح، وبيقعد يعمل زي يقظة ذهنية كده. أنا مش هعمل حاجة غير إني هقعد أركز في حاجة واحدة بس بكل تفاصيلها. يعني زي مثلا أنا بعمل التكنيك ده على نفسي، باخد وقت معين من يومي بعمل فيه فنجان قهوة، أنا مع فنجان القهوة، أنا مع ريحته، أنا مع طعمه، أنا مع المج اللي أنا ماسكاه، مع درجة حرارته، أنا وهو بس. يعني بفصل تركيزي عن الواقع واركز في الحاجه اللي بعملها ايا كان ايه النشاط اللي بعمله او الحاجه اللي بعملها، فبدي الحاجه دي وقتها بتركيز من غير ما ذهني يروح لحاجه تانية. بالظبط كده. طيب هل من الانشطه بتاعه الCBT الكتابه او تسجيل الافكار؟ وهل ممكن تشرح لنا ازاي ممكن نعمل ده؟ هو اصلا كتابه الافكار دي جزء اساسي من التقنيات العلاجيه وبالاخص في الCBT. تمام. ليه؟ لان هي بتخليني اخر اليوم كلنا بنمر بدوشه كتير قوي في دماغنا، بيجي عبال ما بنروح كده بتكون الدنيا مش اظبط حاجه، تدخلات بقى اليوم مع المواقف مع الاحداث مع حاجات انا عايزه اعملها في اليوم اللي بعده. فانا لو انا مش عارفه افرغ كل ده على ورق هبقى في سيركل كده تاني يوم كده مش اظبط حاجه، هبقى مش عارفه امشي فيها ازاي. فبتبقى بالنسبه لي ان انا افرغ الافكار دي كلها، انا عملت ايه ومحتاجه ان انا اعمل ايه وايه اللي مستعجل وايه اللي انا ممكن ااجله شويه. دي من ضمن الحاجات الكويسه جدا. يعني نقدر نقول ان الكتابه هي واحده من اهم التقنيات او الاساليب اللي بتكون تبع او تحت الCBT. هي من الاساسيات. طيب. كمان احنا بنستخدمه لما بيكون عندنا موقف ضاغط، يعني مثلا اليوم لا يخلو من موقف ممكن يكون ضاغط لاي حد فينا، فاحنا لما بنروح البيت انا محتاجه ان انا افكك الموقف ده علشان ما يبقاش في عندي مشكله فيه. فبكتب الموقف، ايه الفكره اللي جات لي لما حصل، ايه هو الشعور اللي وصل لي، هل الفكره دي صح ولا غلط. يعني بحاول ان انا اقيمها اديها درجه واشوفها هي صح ولا غلط، وغالبا ما بتكون فكره خاطئه فده بيخليني استبدلها بفكره بديله. وده اصلا يعني النموذج ده كله كده اسمه نموذج البناء المعرفي، عشان كده ما قلتهولكيش في اول سؤال عشان انا عارفه ان احنا كنا هنجيله. طيب هل الرسم او التعبير الفني ممكن يكون وسيله تساعدنا نطلع مشاعرنا ونفهم افكارنا؟ ده اكيد طبعا، وبالاخص بقى مع الناس اللي هي اصلا ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها ولا بالكتابه ولا بالكلام. يعني في ناس اصلا اتربت على القمع، انها ما تعرفش تعبر عن مشاعرها اللي جواها. يعني لو حصل معاها موقف تبص تلاقيها ما بتعرفش تقول انا حاسه بكذا. ودول غالبا اللي بتلاقيهم من على اقل موقف ينهاروا ويعيطوا وانت مش فاهمه هو ايه اللي حصل، مع ان من وجهه نظرك يكون الموقف بسيط جدا. تمام. ده مناسب ليهم جدا. ليه؟ لان هم بيقدروا يرسموا الحاجات اللي جواهم على هيئه مشاعر، يعني يطلعوا المشاعر اللي جواهم على هيئه رسم. من خلال الرسم ده انا بقدر احدد او بقدر اتوقع ايه الفكره اللي ورا الرسم ده، ومن هنا بعرف اناقشه فيها، لان هو مش هيعرف يقولها لي مهما حاول. تمام. لانه اصلا مش عارف يوصف الشعور عشان يوصف لي الفكره. وده بالاخص مناسب مع الاولاد الصغيرين، يعني اكتر من الكبار. يعني كده عندنا الكتابه وعندنا كمان الرسم، الاثنين يعتبروا تحت الCBT، لكن مش الاثنين نقدر نستخدمهم لنفس الكيس مثلا. يعني كل حاجه فيهم بتستخدم لحاله مختلفه عن التانية. هو كل تقنيه ليها حاله معينه وليها توقيت كمان. يعني لو انا مثلا هشتغل مع شخص ما 5 تقنيات، مش لازم وهشتغل مع شخص ما تاني نفس هم ال5 تقنيات، مش لازم يكونوا بنفس الترتيب، على حسب درجة احتياج الشخص لترتيب التقنيات دي. تمام. طيب هل الرياضة كمان أو الحركة ممكن تكون جزء من مبادئ الCBT أو تقنيات الCBT؟ هي مش بشكل مباشر، ولكن الرياضة بتساهم في إني أقدر أضبط أفكاري. ليه؟ لأن أصلا الرياضة بتسمح لي بالاسترخاء، وأحيانا أنا ببقى محتاجة إن أنا
اغير نمط سلوكي. ليه بغير نمط سلوكي؟ علشان اقدر ان انا اهدى. تمام. فبالتالي طول ما انا كنت هاديه، طول ما انا كنت عارفه ان انا ارتب الفكره اللي في دماغي، وعارفه انا محتاجه منها ايه وهعمل ايه ومش هعمل ايه. طيب، هل التمثيل او لعب الادوار زي رول بلاي ممكن يساعد الشخص انه يواجه مواقف صعبه بشكل يكون افضل؟ يعني احنا بنستخدمه بشكلين. لعب الادوار ده او تبادل الادوار ده احنا بنستخدمه بشكلين. اما ان الشخص نفسه عايزين نعلمه مهاره، والمهاره دي صعبه عليه جدا، زي مثلا حد مش بيعرف يعمل برزنتيشن. هو شايف ان هو مش بيعرف يعمل برزنتيشن او مش كفء ان هو يعمله. فساعتها بقول له اعمل الحاجه، الحاله اللي انت عايز تعملها دي. تمام. اعملها في بيئه امنه، بحيث ان انت توصل لذهنك ان انت قادر عليها. ليه؟ لان العقل اصلا مش بيقدر يفرق ما بين الخيال والحقيقه. فلو عارف يعمل يعني لو عارف يعمل التقنيه دي وعارف يعمل البرزنتيشن لوحده، بعد كده هندخل معاه حاجه تانية اللي هي التعرض التدريجي، ان هو يعمله قدام 2 من صحابه او قدام 2 من اهله. وهكذا تبتدي في الفكره نفسها بتاعت انا مش هعرف اعمل برزنتيشن تاني دي تبتدي انها تتفكك. الحاجه التانية بقى، لو انا عندي كلام او مشاعر لاشخاص وانا مش هينفع اقول للاشخاص دي الحاجه اللي جوايا، اما لانهم مش موجودين اصلا، هم خرجوا من حياتي نهائي، او حد مثلا زي بابا وماما وانا جوايا انفعالات كتير قوي، انا مش هينفع ان انا اروح احكي لها لهم. يعني مش هينفع ان انا اروح انفعل على ماما او انفعل على بابا واقول له كل المشاعر اللي جوايا بكل اللي فيها. في الحاله دي بنعمل تقنيه اسمها شبه اللي انتي قلتيها، بس تقنيه اسمها الكرسي الخيري. طب ممكن حضرتك تكلمينا عنها اكتر؟ طيب، هي الكرسي الخيري دي اللي هو انا بقعد وقدامي كرسي. تمام. بحط عليه بقى صورة الحد اللي انا عايزة اتكلم معاه، او انا بتخيل الحد اللي انا عايزة اتكلم معاه ده قدامي، وبقول له كل الحاجات اللي في ذهني بدون فلترة خالص. يعني بطلع مشاعري وافكاري وكل الحاجات اللي انا محتاجة ان انا اتكلم فيها معاه بدون فلترة، مهما كانت موجعة او مهما كانت صعبة. بكل الانفعالات بقى، عايزه اعيط اعيط، عايزه اصرخ. يعني كانه موجود قدامي فعلا حرفيا. تمام. ده بيساعدني ان انا مع تكرار التمرين ده خلاص الشخص ده ما بقاش فيه اي انفعالات جوايا ليه. يعني حتى لو هو معايا في الحياه الطبيعيه، يعني مثلا زي والدي والدتي اخواتي اصحابي، وانا مش عارفه اواجههم بالانفعالات اللي جوايا دي، انا كشخص الانفعالات دي بتهدى. فبتبقى الامور اظبط شويه. ولو كان حد مشي خلاص، مش بتفضل بقى انا قاعده كل ما اسمع اسم شبه اسمه او اشوف حد شبهه او حد يجيب لي سيرته تبتدي، عارفه انت الغليان اللي بيبقى من جوه ده، انا جوايا حاجات مش عارفه اقولها. تبتدي المواضيع تهدى شويه. طب هو كده ايه الفرق ما بين الرول بلاي وما بين تسجيل الافكار؟ طب ما احنا لو مثلا عندي مشكله معينه او متضايقه من شخص معين، فانا ممكن اسجل ده بطريقه ان انا اكتبه. فايه الفرق بينه؟ احيانا الكتابه ما تعرفيش تطلعي فيها مشاعرك. يعني انت بتكتبي، يعني انت عماله تكتبي 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 تكتبي، مش عارفه تطلعي فيها انفعالاتك. غير يعني لما تكتبي مسج لحد، المسج بتيجي كتابه، مجرد افكار انت بترتبيها على ورقه. هي حلوه وكل حاجه وتمام، وبتخرج شويه من الكلام اللي جوانا، لكن مش بتخرج الانفعال. يعني نقدر نعتبر ان الكتابة هي لتفريغ الافكار اكتر اللي بتجيلنا، لكن الرول بلاي او التمثيل او الحاجة دي بنستخدمها اكتر لما ابقى عايزة اطلع مشاعري بشكل اوضح، او اخرج انفعالات جوايا في بيئة آمنة تسمح لي اني ما يبقاش فيها عواقب تضايقني انا. اللي هو مش هيكون فيه رد فعل بالظبط، ولكن انا برضو خرجت اللي جوايا. طيب، ايه ابسط الانشطة من وجهة نظر حضرتك في السي بي تي ممكن حد يبدأ يطبقها في خلال الشهر اللي احنا فيه ده؟ من خلال رمضان زي ما قلنا اليقظة الذهنية. هنا والآن، احنا ممكن نستخدم هنا والآن دي في الصلاة.
اني مثلا زي انا لو انا واقفه بصلي في وقت الصلاه انا ببقى مركزه في كل كلمه انا بقولها، مركزه في كل حركه انا بعملها، مركزه في الاذكار اللي انا بقولها اثناء الصلاه. وده هو بالظبط اللي احنا بنعمله لو انا هنا والان مع مج القهوه. تمام. فهي الفكره نفسها هي واحده، ولكن انا طبقتها في عباده من العبادات. لو انا مثلا بقرا اذكار، بقرا ورد، برضو هنا والان هتساعدني ان انا اكون انا مركزه قوي في الذكر اللي انا بقوله او في قراءه القران اللي انا بقراها. فكره التامل، ان انا بتامل في خلق الله، دي برضو من الحاجات الكويسه جدا. ان انا اقعد في الطبيعه دي حاجه كويسه بتحسسني ان انا مسترخيه شويه. تمام. وكمان اجواء رمضان معظمها فيها خروج وندوات ولقاءات واجتماعات، سواء بقى في البيت او كده. فده بيسمح لي اني يبقى عندي سبيس كده خاصه بيا، وقت خاص بيا انا، ومساحه خاصه بيا انا، بعيدا بقى عن كل ده. طب لو في اي تقنيات تانية غير هنا والآن، لو حضرتك تقدري تقوليها لنا مثلا؟ بصي، كل تقنيه وليها استخدام. حلو. احنا قلنا مثلا زي النموذج المعرفي، زي فكرة ان انا اقيم الافكار دي لوحدها. يعني انا جات لي فكرة انا مش عايزة اعملها، مش مرتبطة بحدث معين، تمام، بس انا جات لي فكرة دلوقتي، تمام، فانا هقعد اقيمها وهقول مع وضد ايه اللي ياكد الفكرة دي وايه اللي ينفيها. تمام. وغالبا بيحصل حاجة من الاتنين، يا اما الفكره بتتاكد فانا بعرف هنا ان انا قدام حاجه حقيقيه او حاله حقيقيه انا محتاجه ان انا اتعامل معاها، وهنا بتنقلني لتقنيه تانية اصلا هو انا في ايدي ان انا اعملها دلوقتي ولا مش في ايدي ان انا اعملها عشان ما تودينيش للاوفر ثينكينج. تمام. فلو في ايدي حاجه بحط حلول. اوكي. قولا واحدا كده خلصنا. طب لو ما فيش حاجه، خلاص انا بدي اوردر لعقلي لا اقفلي الملف ده دلوقتي لان انا ما فيش في ايدي حاجه اعملها. اوكي. طب هل كل التقنيات لازم تبقى تحت استشارة لايف كوتش أو دكتور، ولا هل نقدر نطبقها لوحدنا؟ بصي، احنا أصلا كناس كل واحد فينا عنده مهارات مختلفة. تمام. على حسب هو بيستخدم أنهي جزء من دماغه. فأنتي ممكن يكون عندك مهارات مش عند غيرك. فنقطة كده ومن أول السطر أنا لازم أعرف أنا أمتلك إيه ومحتاجة أتعلم إيه. فلو أنا مثلا عندي مهارات إن أنا بعرف أحلل الأفكار كويس قوي، أو لما بتجيلي فكرة بعرف أحللها، تمام. في غيري لا محتاج إن هو دلوقتي مثلا بس ما بتعرفش تعملي مع الناس. فأنت هنا محتاجة إيه؟ محتاجة أروح لحد يساعدني. بالظبط كده. تمام. يعني بتبقى على حسب درجة الحالة. بالظبط. في ممكن حاجات اقدر انا اعملها لوحدي، لكن في حاجات تانية لازم تبقى تحت اشراف دكتور او لايف كوتش. بالظبط كده. وبرده ده اللي بيحدده ايه نمط حياتك اللي انت محتاجه ان انت تظبطي فيه. يعني في حاجات محتاجه دكتور قولا واحدا لما تكوني انت اصلا مش عارفه تعملي الممارسات الطبيعيه اللي في يومك، فده انت كده محتاجه دكتور قولا واحدا. محتاجه لايف كوتش لو انت مثلا بتعملي بلان لحاجه محدده ومحتاجة حد يمشي معاكي في البلان دي خطوة خطوة. تمام. محتاجة الأخصائي لو انتي محتاجة بقى بعض المهارات أو عندك حاجة من الجذور فيها مشاكل، انتي محتاجة تعالجي الجذور علشان تعرفي ان انتي ايه تطلعي بقى باللي جاي، تعرفي تعملي خطط للي جاي. تمام. فكل يعني على حسب الكيس اللي هي بتقابلنا، على حسب ما انتي بتوديها. ما ينفعش ان اي حد يشتغل مع اي حاجه. يعني يفضل مثلا في الاول اني اروح لدكتور وهو بعد كده يقول لي هل انا هحتاج ان انا اروح للايف كوتش ولا هحتاج اكمل معاه، ولا لا هل التقنيات دي اقدر امارسها لوحدي من غير ما احتاج حد يرشدني؟ هو في الاول المفروض ان انتي بتعملي حاجه اسمها مراقبه ذاتيه. انتي بتراقبي نفسك، هل انتي حياتك متعطله ولا انت عندك شويه مشاكل محتاجه ان انت تظبطيها، ولا انت عندك بلان محتاجه ان انت تخططي لها. انت محتاجه ايه؟ انت لازم نفسك انت اللي تعرفي انت محتاجه ايه علشان ما تتوهيش في وسط دول. تمام. فانت بالمراقبه الذاتيه اللي عندك لو لقيتي نفسك ان انت عطلانه
مش عارفه ان انت تتعاملي في حياتك اليوميه، وابسط الانشطه اللي انت كنتي بتعمليها بقيتي مش عارفه تعمليها، في الحاله دي تروحي للدكتور. اوكي. تمام. لو حسيتي ان انت في مشاكل عندك من زمان قوي، والمشاكل دي مأثره عليكي ومش عارفه تخليكي تاخدي خطوات لقدام، في الحاله دي انت محتاجه لايه؟ لدكتور، لاخصائي، مش لدكتور. الدكتور ليه الدكتور؟ لان الدكتور ساعتها هيضطر ان هو يوصف لك دواء يظبط لك كيمياء المخ، او يظبط لك شويه في الهرمونات اللي عندك. تمام. انما الاخصائي مش بيعمل كده، هو ولا يقدر يديكي دواء ولا يقدر يمنع عنك دواء. اوكي. واللايف كوتش برضو شرح، ولا يقدر يديكي دواء ولا يقدر يمنع عنك دواء. انما اللي منوط بده مين؟ الدكتور بس. تمام. فانت بعد ما قعدتي عملتي مراقبه ذاتيه مع نفسك، انت هتقدري تقيمي حاجتك، يعني حالتك كلها من اولها لاخرها. وده بقى دور الوعي المجتمعي، يعني ده دوره، يعني ده اهميته. علشان كده بقى اهم حاجه احنا بنقولها يا جماعه: اقروا، احضروا ندوات، احضروا فعاليات، شوفوا برامج توعويه، اوكي، احضروا، اسمعوا بودكاست بتاعت مهارات. لان انت لما بتسمع انت بتحط ايدك على الحته اللي انت محتاجها. يعني حتى لو انت مش عارف تعمل مراقبه ذاتيه لنفسك، انت لما بتسمع محاضره مثلا، او بتسمع بودكاست معين، او بتسمع او بتحضر حاجه، فبتنور عندك حاجات كده، ده انا محتاج الحته دي، انا عايز اشتغل نفسي على الجزئيه دي، انا ما بعرفش اعمل كذا، انا محتاجه اتعلمه، وهكذا. طيب، في ختام حلقتنا ايه الرساله اللي حضرتك تحبي توجهيها لحد يكون بيسمعنا في رمضان وحابب يبدا يفهم افكاره ويهتم بصحته النفسيه اكتر؟ احنا قلنا اول حاجه: خد بالك من نفسك، قيمها، تعرف على نفسك الاول، اعرف انت بتحب ايه وبتكره ايه، اعرف انت محتاج ايه. ما تستناش ان حد يجي ياخد بايدك، انت خد بايد نفسك. خليك دايما واعي باحتياجاتك وتقدر توصل لها ازاي. خلي دايما عندك بلان. لما تلاحظ على نفسك حاجه ما تسيبهاش لحد ما تكبر. ولما تسأل حد ما تسألش اي حد، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لازم تروح او تتوجه لحد يكون متخصص في الحاجه اللي انت بتسأل عليها، علشان ما تتوهش في وسط الناس وتاخد اراء مش اظبط حاجه. شكرا جدا لحضرتك، اتبسطت بلقائك. وانا كمان ميرسي قوي ليكي. وفي نهايه حلقتنا نتمنى تكونوا استفدتوا وتعرفتوا اكتر على العلاج السلوكي المعرفي وبعض الانشطه البسيطه اللي تخصه. رمضان دايما بيكون فرصه نبدا نهتم بصحتنا النفسيه زي ما بنهتم بكل جوانب حياتنا، وعشان كده نشوفكم في حلقه جديده من بودكاست GIO.